بالرغم من انهم مكونين 2 بس مشاكله كتير جدا، مش بينجح بسهولة في البيت. اما بيعمل مية من تحت الكوب، او بيعمل مية من فوق، او قوامه ما بيبقاش كريمي، او مش بيربط معاكي. قبل ما نعرف مقاديره لازم نفهمه كويس، ونفهم مشاكله ايه وحلها ازاي. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل اهم حاجة على السحور وهو الزبادي. النهاردة هنعمل زبادي فراولة وزبادي سادة بأبسط طريقة. كل المشاكل هقولها حلها ازاي عشان تحصلي على زبادي ناجح معاكي 100% بأمر الله تعالى. اهم حاجة الحليب يكون مضمون من عند لبان كويس، عشان لو الحليب مغشوش ده بيخلي الزبادي شرش منك ويعمل مية من على الوش، ودي اول مشكلة. وعشان نحلها احنا لازم نغلي اللبن كويس جدا، نوصله لحرارة 100 مئوية، ونفضل نقلب فيه على النار تقليب مستمر لمدة من 5 ل10 دقايق علشان نتخلص من البخار الزيادة في الحليب. انا معايا النهاردة 2 كيلو من الحليب، جايباهم من عند لبان محترم. غليته على النار لحد ما وصل لدرجة مئوية، عشان انا اللبان اللي انا بجيب منه مضمون، فانا مش بخليه يغلي كتير، لان اللبن ما فيهوش ميه، او مش مزودينه بميه، او لبن مش مغشوش. فانا بغليه الغلوه العاديه، اوصله لدرجه حراره 100، ويعني بس برضو بسيبه شويه كده على النار يعني عشان اضمن. وبعد كده بسيبه ينزل من حراره 100 لحراره 40 او 45. سواء بقى هتعمليه بزبادي بلدي او زبادي شركات، هي مش هتفرق، الاتنين واحد. بس انا بفضل الزبادي البلدي عن زبادي الشركات في صناعه الزبادي، لان الزبادي البلدي قيمته الغذائيه اعلى. تمام. دي علبه زبادي صغيره وزنها 100 جرام، انا بستخدمها لل 2 كيلو حليب. بحطها كده، وبعدين انا خلاص اللبن وصل لدرجه حراره 40 او 45، ببتدي ان انا اتعامل معاه بقى. طب احنا ما عندناش ترمومتر وهنعرف ازاي الحراره دي؟ لا، هي بدمعه العين او زي رضعه البيبي، ما ينفعش تبقى سخنه عن كده ولا برد عن كده. الحراره اللي هي دفيان. ولو هي سخنه يا جماعه ده بيخلي الزبادي معاكي ما يربطش، فخدي بالك من النقطه دي. المهم، انا فضيت علبه الزبادي، خدت منها وش الحليب اللي هو القشطه، وخدت منها حوالي كده كبشتين من اللبن، وقلبت الزبادي مع الحليب والقشطه، سواء هتعمليهم في الخلاط او في مضرب. المهم تنعميهم خالص، وبعدين بتقلبيهم على الحليب، وبتقلبي تقليبه كويسه جدا، بتخلطي الاتنين في قلب بعض. ما يبقاش، المهم اهم حاجه ما يبقاش في اي تكتلات. ببتدي ان انا اصب الحليب في الكوبايات بتاعتي بالشكل ده. وعلشان الزبادي بتاعك يكون طعمه حلو، مبقاش فيه طعم لزوعة او مزز، ما تكتريش كمية الزبادي عن المقدار اللي انا قلت عليه. تمام. تعالوا بقى دلوقتي نحضر زبادي الفراولة. زبادي الفراولة تقدري تعمليه بمنكهات كتيرة جدا. انا النهاردة استخدمت اللي هو صوص الفراولة، وخدت منه حوالي ربع كوباية، وخدت حوالي كبشتين من الحليب برضو الدافي اللي محطوط عليه الزبادي نفس الحليب. طبعا انا قسمته، جزء حطيته زبادي ساده، والتاني خدت منه شويه على ربع كوبايه من صوص الفراوله، وقلبته وهصفيه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات موجوده. وتقدروا تتبدلوا صوص الفراوله ده بجيلي فراوله، بودره ايس كريم، تقدروا تبدلوه بكريم شانتيه فراوله، اي منكهات للفراوله. طبعا ممكن شربات فراوله، كل الكلام ده تمام وماشي معاكي جدا جدا جدا، وبيخلي الزبادي طعمه في منتهى الجمال. انا كل الحاجات اللي فاتت دي اللي قلت لكم عليها جربتها، ولكن الحقيقه صوص الفراوله كان يتفوق عن كل الكلام ده كله. فعلا كان طعمه رائع 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 في الزبادي، كان طعمه رهيب. حابين تزودوا معاه معلقتين سكر عشان تظبطوا الطعم، مفيش مشكله. مش حابين برضو براحتكم. صبيت الزبادي بقى في الكوبايات بتاعتي، زبادي الفراوله بالشكل ده. انا هنا بقى كنت حسيت ان اللون خفيف، فزودت شويه يعني معلقه تاني من صوص الفراوله عشان اخلي اللون حلو. انت بعينك بقى وبنظرك براحتك خالص. وبعدين برص الكوبايات بتاعتي على صينيه، وببتدي ان انا انزل ميه سخنه عليه. وخدي بالك من كلمه ميه سخنه، ميه سخنه مش ميه مغليه، لان لو الميه سخنه زياده عن اللزوم ده هيخلي مشكله في الزبادي، اللي هي هتخليه قوامه مش كريمي، وهتخليه مفتفت كده معاكي وزي مستوي من تحت، وطعمه بيبقى وحش جدا. فخدي بالك من النقطه دي. الميه سخنه ولكن مش بتغلي، يعني انا استحملها. يعني اقول لك بالبلدي كده، زي الميه اللي مثلا بنستحمى بيها في الشتاء، احنا بنستحمى ميه سخنه. فالميه السخنه اللي احنا متحملينها على جسمنا هي دي حراره الميه اللي بننزلها في الزبادي. وبعدين انا بغطيها بفوطه وبدخلها فرن ساخن مسبقا ومطفي. يعني انا كنت مسخنه الفرن لمده 5 دقايق بس، وطفيته وغطيته وحطيته. انا كل سنه كنت بغطيه بستريتش راب، بس كان الاستريتش راب
بيعمل زي بخار ميه كده عليه، فما كانش بيبقى حلو. فالفوطه كانت احسن، فانا غطيته في فوطه ودخلته الفرن لمده 4 ساعات. طلع معايا وشه مكرمش بالشكل ده، شايفين طبقه القشطه اهو. بعد يعني قولوا 4 5 ساعات مش مشكله خالص اهو. ما شاء الله. نقلبه عادي جدا، لسه ما دخلش التلاجة. لما بيدخل التلاجة كمان بيتماسك وبيكون رائع. عامل معايا نفس الكلام زبادي الفراولة، شايفين الجمال؟ حلو جدا جدا اهو، زي ما انتم شايفين قوام ناجح، كل حاجة فيه مظبوطة. دخلته التلاجة لمدة 2 ساعات وتعالوا بقى نشوف قوامه. ولما نيجي طبعا القشطة باينة عليه طبقة اللي هي موجودة في الزبادي السادة، لان زبادي الفراولة احنا ضايفين عليه حاجة فما عملش طبقة قشطة زي الزبادي السادة. شايفين يا جماعة؟ بصوا، شايفين طبقة القشطة عاملة ازاي؟ طعمها رهيب. القوام هتشوفوه دلوقتي، طعم الزبادي مفيهوش اللذعان اللي بيبقى موجود ولا المزازه دي نهائي، لان احنا حاطين مقدار زبادي مظبوط. شايفين طبقه القشطه؟ حلوه جدا في منتهى الجمال. نيجي نشوف بقى قوام الزبادي نفسه، خصره كده محترمه، ناعم، مفيش فيه اي تكتلات من فوق زي من تحت. استحاله تلاقي نقطه ميه او شرش موجود فيه، استحاله، مش موجوده. كوبايه من اولها لاخرها زي ما انتم شايفين، يتفوق عن اي زبادي ممكن تاكليه في حياتك، والله العظيم بدون مبالغه في كلامي ولا تزويد ولا اي حاجه. والفراوله نفس الكلام، جربوه وامر الله تعالى هيعجبكم. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي وانا ان شاء الله هرد عليكم. شكرا ليكم، مع الف سلامه.